بيبدأ الفيلم في مدينة بعيدة وسط الجليد، وفي المدينة دي بنشوف الأقزام اللي كلهم بيكونوا مبسوطين، وده لأنهم في نهاية شهر ديسمبر، وده معناه إن هم هيستعدوا للكريسماس وبيوزعوا الزهور في الشوارع والأطفال بيلعبوا مع بعض. وبنروح لجبل بعيد شوية عن المدينة، وفي الجبل ده بيكون موجود بيت، واللي بيكون عايش فيه جرينش أكتر شخص بيكره الكريسماس. وبيصحى من نومه وهو متعصب وبيضرب الجرس، ووقتها بيصحى الكلب ماكس اللي بيروح يجهز القهوة وبيطلع في الأسانسير وبيقدمها له. بعد كده جرينش بياخد شاور وبيلبس هدومه وبيروح يقعد على السفرة، لكنه بيستغرب لما ما بيلاقيش اكل في الطبق، وبينصدم لما بيدور على اكل في البيت كله، ووقتها بيعرف ان المخزون الاحتياطي خلص منه، وبيفتكر انه كل كتير الفترة اللي فاتت علشان ينسى حزنه، وبيتضايق لانه بكده هيضطر يروح لمدينة الاقزام في الكريسماس وهو ما بيحبش الكريسماس. وبياخد ماكس وبيروحوا علشان يجيبوا اكل، واول ما بيقرب من المدينة ما بيرضاش يساعد الولد الصغير، وبيدمر رجل الجليد بتاعه، وبيفضل قافل ودانه طول الطريق علشان ما يسمعش اغاني الكريسماس، وبيجري بسرعة وبيدخل السوبر ماركت، وبيبدأ ياخد كل الحاجات والأكل اللي هيحتاجه، وكالعادة بيرفض يساعد أي حد. وفي واحد من بيوت الأقزام بنشوف أم بتعاني من تربية أطفالها التوأم، لكنها بتقدم لهم الأكل وبتفضل تنظف في الحوض اللي بيكون مسدود. وبتيجي بنتها اللي اسمها سيندي وبتقول لها إنها لازم توصل الرسالة دي للبريد في أسرع وقت، وبتخرج من البيت وبتتزلج على الجليد علشان تلحق ساعة البريد قبل ما يمشي، وبتفضل تتزحلق على أسطح البيوت وهي سعيدة، لكن للأسف الرسالة بتطير منها، ولسوء حظها بتقع على جرينش اللي بيتعصب جدا وبيزعق معاها، فبتعتذر له سيندي وبتسأله إذا شاف الرسالة بتاعتها، فبيتريق عليها جرينش لأنه فاكر هتبعت الرسالة دي لسانتا علشان يجيب لها هدية، فبتتعصب سيندي وبتقوله إن هي طالبة حاجة أهم بكتير من مجرد هدية، فبيتريق عليها جرينش وبيقول لها إن سانتا ملهوش وجود أصلا. ولحسن الحظ الرسالة بترجع لسيندي تاني، ولما جرينش بيبقى راجع للبيت بيستخبى من القزم اللي اسمه بيركل اللي بيكون باين عليه السعادة بالكريسماس، ولما بيتسلل علشان يبعد عنه واحد من البالونات بيخبطه وبيوقعه على الأرض، فبيروح له بيركل بسرعة وبيطمن عليه وبيفرجه على كل الاستعدادات اللي عملها للكريسماس، وبيقول له إنه العمدة عايز احتفالات الكريسماس تكون أحسن من الاحتفالات بتاع السنين اللي فاتت، لكن جرينش بيتريق عليه وبيسيبه وبيمشي. وبالليل بنشوف جرينش وهو بيتفرج على المدينة من فوق الجبل وبيكون متضايق ومتعصب، فبيدخل للبيت وبيقعد قدام الدفاية والكلب ماكس بيحاول يواسيه. وبنروح لسيندي اللي بتكون لابسة جواكت كتير وبتقول لمامتها إن هي هتروح للقطب الشمالي علشان تقابل سانتا وتتكلم معاه في حاجة مهمة، فبتستغرب الأم وبتتمنى لها رحلة سعيدة، لكنها بتقول لها إن الرحلة للقطب الشمالي هتحتاج شهر أو أكتر، فبتنصدم سيندي لأنها بكده مش هتلحق تحضر العيد، فبتقرر ما تروحش وبتساعد مامتها في تزيين البيت. وتاني يوم بنشوف جرينش اللي بيعزف على البيانو، اما ماكس بيقطعه وبيعزف على الطبول، فبيتعصب جرينش وبيزعق لماكس وبيطلب منه يمشي، لكنه بيروح يعتذر له بعد كده عن اللي حصل. وفجأة بيحس بهزة أرضية، ولما بيخرج من البيت بيتفاجئ بشجرة عملاقة طايرة في السماء، ووقتها بيقول لبيركل ان دي هتكون شجرة الكريسماس وبيطلب منه يجي يحضر معاهم الاحتفال، فبيفقد جرينش أعصابه وبيقرر يدمر الشجرة دي. وبالليل بنشوف الأقزام اللي بيوصلوا الزينة بتاعتهم للعمال علشان يعلقوها على الشجرة، وبنشوف سيندي اللي بتخلي العامل يعلق العروسة بتاعتها. بعد كده سيندي بتروح لصديقها وبتقوله ان هي عايزه تتكلم معاه في حاجه مهمه، وبتقول لسيندي ان هي هتفضل صاحيه طول الكريسماس علشان تقابل سانتا، علشان تطلب منه يساعد مامتها لانها بتشتغل طول الليل وبتهتم بيهم طول النهار وما بترتاحش ابدا. وبنروح لجرينش اللي بيجهز مدفع وبيوجهه ناحيه شجره الكريسماس العملاقه، لكن المدفع بيتحرك من مكانه وبياخد جرينش في طريقه، وقبل ما يقع من على الحافه جرينش بيحاول يوقفه، لكن المدفع بيطلقه هو بدل القذيفه وبيرميه على شجره الكريسماس العملاقه، وبالغلط جرينش بيشغل الاضواء والشجره بتنور وبيكون شكلها جميل جدا. بعد كده جرينش بينزل من على الشجرة وبيمشي وسط الأقزام وبيكون متضايق جدا من اللي حصل، وبيفتكر زمان لما كان صغير وعايش لوحده في الملجأ، ولما كان الكريسماس بيجي ما كانش حد بيجيب له هدية، وده كان بيخليه يحزن، خصوصا وهو شايف كل الأطفال فرحانين بالكريسماس وبيلعبوا مع أهاليهم، وكان بيشوفهم وهم بياكلوا مع بعض، وبيحزن أكتر لما بيسمعهم وهم بيغنوا للكريسماس. ومن وقتها وبقى الكريسماس أسوأ يوم في السنة بالنسبة له، لأنه بيفكروا قد إيه هو وحيد. وبنرجع لوقتنا الحالي وبنشوف جرينش اللي بيوصل للبيت وهو متضايق، وبيقول لماكس ان هو لازم يدمر الكريسماس، وفجأة بتجيله فكرة وبيقرر ان هو يسرق الكريسماس من مدينة الأقزام، وبيقول لماكس ان هو هيسرق كل الأشجار والهدايا والزينة حتى الأكل، وهيبدأ ينفذ الخطة من بكرة. وتاني يوم جرينش بياخد ماكس وبينزل المختبر بتاعه وبيقول ان هو هيتنكر في زي سانتا، وبدل ما يوزع الهدايا على الأقزام هيسرق كل حاجات الكريسماس منهم. وبنروح لسيندي اللي بتركب الزلاجة بتاعتها وبتقابل صديقها وبيروحوا للغابة، وبيوصلوا
بيوصلوا للبيت اللي عاملينه في الشجرة وبيطلعوا فوق وبيبدأوا يخططوا ازاي هيقابلوا سانتا. فبيقترح الولد ان هم يحطوا عسل كتير على السطح، ووقتها غزلان سانتا هتلزق ومش هتقدر تتحرك من مكانها، ووقتها هيقابلوا سانتا. لكن الخطة دي ما بتعجبش سيندي، وفجأة بتجيلها فكرة وبتقول انها هتحتاج كل اصدقائهم. وبنروح لجرينش اللي بيوري ماكس بوك بيجذب الغزلان، واول ما بيستخدمه ما بيجيبش غير معزة، فبيسيبها وبيمشي وبيفهم ماكس ان هم لازم يدوروا على الغزلان في كل مكان. وبعد مدة كبيرة جدا من البحث اخيرا بيلاقوا غزلان، لكن بتيجي المعزة وبتصرخ فبتخوف الغزلان فبيجروا. ولحسن الحظ جرينش بيلاقي غزال لسه واقف مكانه، فبيقرب منه علشان يصطاده. ولما الغزال بيحاول يهرب جرينش بيرمي عليه حبل علشان يمسكه، فالغزال بيخبطه في الشجرة، لكن بعد كده بيرجع يفوقه تاني وبيقرر يرجع مع جرينش وماكس. وبنروح لسيندي اللي بتقابل اصدقائها وبتقول لهم ان هي عايزة تقابل سانتا كلوز علشان تطلب منه طلب مهم، فاصدقائها بيقرروا يساعدوها. وبالليل بنشوف جرينش وماكس وكمان الغزال وهم بيتسللوا وبيقربوا من بيت بيركل، وجرينش بيطلب منهم يستنوه لحد ما يطلع يجيب الزلاجة من سطح البيت. وفعلا بيتسلل بهدوء وبيقرب من البيت، لكنه بيتخض لما بيشوف الكلب فبيجري بسرعة وبيطلع للدور التاني وبيستخبى فوق علشان بيركل ما يشوفوش. ولما جرينش بيجي يطلع للسطح بيشوف عيلة بيركل وهم بيغنوا للكريسماس فبيتأثر جدا، وبالرغم من كده بيكمل علشان ياخد الزلاجة، بس الكلب بينقض عليه، فالزلاجة بتقع على الجليد وجرينش بيقدر يحبس الكلب في البيت. وبعدها بينطلق بالزلاجة اللي الغزال بيسحبها، وبيرجع جرينش البيت وهو سعيد وبينام هو وماكس وكمان الغزال مع بعض على نفس السرير. وتاني يوم الصبح بنشوف جرينش اللي بيجهز نفسه علشان يعرف عدد بيوت الأقزام اللي في المدينة، وبيكون مجهز ماكس بمروحيات وكاميرات مراقبة وبيتحكم فيه وبيخليه يطير وبيراقب المدينة. بس للأسف ماكس بيروح علشان ياكل نقانق فبيعطل المراوح وبيفقد السيطرة وبيخبط في جرينش. بعد كده بيروح جرينش يراجع مجسم المدينة مع ماكس والغزال، وبيشرح لهم ازاي هيبدأ يسرق البيوت بالترتيب، وبيكون عامل حساب كل حاجة، وبيحذرهم من البسكوت اللي هيكون موجود في كل البيوت يوم الكريسماس. وبنروح لسيندي واصدقائها اللي بيكونوا عملوا فخ لسانتا علشان يمسكوه، وبيمثل صديقها ان هو سانتا وبياخد البسكوت فبيقع في الفخ. وبنرجع لجرينش اللي بيوري الزلاجة لماكس والغزال بعد ما عدلها، وبيجهز الغزال وبيربطه في الزلاجة وبيفضلوا يتزلجوا وهم مبسوطين وسعداء. وجرينش بيكون فرحان لانه بكده خطته هتنجح، لكن فجأة الغزال بيقف لما بيشوف مراته وابنه اللي بيجوا يحضنوه، فبيتأثر جرينش وبيحرر الغزال وبيسيبه يمشي مع مراته وابنه. وبنروح لمدينة الأقزام اللي بيكونوا مبسوطين لأن بكرة الكريسماس، وبيفضلوا يشتروا هدايا لكل أصدقائهم، وكمان كل طفل بيتصور مع عيلته. وفي الوقت ده ماكس بينزل للمختبر وبيشوف الأجهزة اللي جرينش صنعها علشان يسرق الهدايا، وجرينش بيستعد وبيلبس اللبس بتاع سانتا، وبعد كده بيشجع ماكس وبيقول له إن هو كلب مخلص علشان كده قرر يختار يقود الزلاجة. وبالليل بنشوف سيندي اللي بتقول لمامتها إن هي مش عايزة من سانتا غير حاجة واحدة بس، فبتتمنى ليها مامتها أحلام سعيدة وبتسيبها وبتمشي. وبعد شوية بتروح سيندي تحضر الفخ لسانتا، وبنروح لجرينش اللي بيستعد علشان يبدأ يسرق الهدايا، وبينطلق ماكس وبيسحب العربية. وأول ما بيوصلوا للمدينة جرينش بيطلع فوق البيت وبينزل من المدخنة وبيبدأ يسرق الهدايا وكمان بيسرق الأشجار، وبياخد أي حاجة ليها علاقة بالكريسماس وبيرمي الحاجات دي لماكس اللي بيحطها في العربية. وبيتنقل جرينش من بيت للتاني وبيسرق كل حاجة فيها، وبالرغم من إنه عارف إنه أطفال كتير هتحزن بسبب اللي عمله، لكنه ما بيتأثرش وما بيحسش بأي ذنب وبيكمل اللي بيعمله. وبيكون ماشي وسط المدينة فبيسرق الأضواء وبيخلي المكان شكله كئيب. وبعد ما بيسرق كل البيوت بيكون فاضل بيت واحد بس وهو بيت سيندي، وبيسرق الأضواء اللي على البيت وبينزل من المدخنة علشان يسرق الهدايا. وبالصدفة بيشوف البسكوت وبيقرر إن هو ياكله، وأول ما بياخده الفخ بيشتغل وبيعلقه في السقف. فبتصحى سيندي على صوت الإنذار وبتروح لجرينش وبتكون مقتنعة إن هو سانتا وبتحرره وبتعتذر له عن اللي حصل، فبتعامله بلطف وبتكون منبهرة إن هي شافته. وبيشكرها جرينش وبيطلب منها ترجع للسرير وتكمل نومها، فبتقول له سيندي إن هي مش عايزة أي هدايا في الكريسماس وعايزة حاجة تانية، وهي إنه يساعد مامتها، وده لأنها بتشتغل كتير وبتساعد الناس وبتهتم بيهم وما بترتاحش أبدا. فبيتأثر جرينش لما بيسمع كلامها وبيطلب منها ترجع لسريرها تاني، فبتشكره سيندي وبتتمنى إن هو يحضر معاهم الكريسماس بكرة ويسمعهم وهم بيغنوا، وبتقول له إنه لما يغمض عينه ويسمعهم وهم بيغنوا هيحس بسعادة كبيرة جدا. بعد كده جرينش بيروح يركب العربية وهو متأثر، وماكس بياخده وبينطلق. وتاني يوم الصبح بتنصدم سيندي لان كل الهدايا انسرقت، وكمان الاقزام بيكونوا مستغربين من اللي حصل، وطبعا محدش بيكون فاهم ايه اللي حصل. وبتروح سيندي تعتذر لمامتها وبتقول لها ان هي السبب علشان عملت فخ لسانتا وده خلاه يسرق الكريسماس منهم، فبتواسيها مامتها وبتقول لها ان اللي عمل كده سرق شويه هدايا واضواء لكنه ما سرقش الكريسماس لانه موجود في قلوبهم. وبنرجع لجرينش اللي بيزق الهدايا هو وماكس علشان يرموها من الجبل. بينصدم جرينش لما بيسمع الاقزام بيغنوا، فبيستخدم المكبر وبيشوفهم وهم سعداء ومبسوطين بالرغم
بالرغم من انه سرق الهدايا، وبيتأثر لما بيشوف سيندي وبيغمض عينه وبيبدأ يسمع الأغاني زي ما هي قالت له، والأول مرة بيحس فعلا ان هو سعيد. لكن للأسف عربية الهدايا بتقع من على الجبل، فجرينش بينط وراها وبيمسكها وبيستخدم الخطاف اللي بيتعلق في الحافة، ولسوء الحظ الحافة بتنكسر، وعلى آخر لحظة الغزال بيمسك الخطاف وبيسحبه بمساعدة مراته وابنه وكمان ماكس. بيفرح جرينش جدا وبيشكر الغزال لأنه أنقذه، وبياخد الهدايا هو وماكس علشان يرجعهم للأقزام تاني. وأول ما بيوصلوا للمدينة بيعترف لهم إن هو اللي سرق الهدايا، وبيعتذر لهم عن كل اللي عمله، وبيقول لهم إنه عمل كده لأنه فاكر إن ده هيحسسه بالسعادة بدل إحساسه بالوحدة طول الوقت. بيرجع البيت، وبعد شوية ماكس بيكتشف إن جرينش جاب له هدية فبيلعب بيها وهو مبسوط. وفجأة بيخبط الباب، وبيتفاجئ جرينش لما بيلاقي سيندي اللي بتعرفه على نفسها، وبتتعرف عليه هو وماكس، وبتقوله انها جت لهنا علشان تدعي لعشاء الكريسماس معاهم. فبيستغرب جرينش وبيفكرها ان هو اللي سرق الهدايا بتاعتهم، فبتقول له سيندي ان هي عارفه انه عمل كده بس جه الوقت علشان يبطل يعيش لوحده، وبتكون مصره ان هو يحضر العشاء معاهم، وبتسيبه وبتمشي. وفعلا بالليل بيروح جرينش بيت سيندي وبيقابل مامتها اللي بترحب بيه، وكمان سيندي بتاخده وبتعرفه على كل اللي موجودين، وبيبدا يتصرف معاهم بلطف، وبيقابل بيركل اللي بيحضنه وبيبقى سعيد بوجوده، وكمان بيساعد مامة سيندي في تجهيز السفرة. وقبل ما يبدأوا العشاء بيطلب منهم يسمحوا له ان هو يتكلم معاهم، وبيقول لهم انه فضل عمره كله يكره الكريسماس، لكنه دلوقتي ادرك انه ما كانش بيكره الكريسماس لكنه كان بيكره الوحدة. وبيشكرهم كلهم وخصوصا سيندي لانها غيرت حياته. وبعد كده جرينش بيحتفل بالكريسماس مع الاقزام وهو سعيد. وبس كده، سلام.